في عالم الرعب والظواهر الغامضة، حيث هنالك تعيش الأشباح. ليس ذلك النوع من الأشباح الذي يجر السلاسل ويهمس بالموت الهادئ عبر الممرات الخالية، بل ذلك النوع الصامت الذي يختبئ داخل اللقطات المشوشة ويتحدث بأصوات محرفة عبر أجهزة الفيديو القديمة. برامج البث العامة التي يفصل بينها كلمات صمت طويلة، وبرامج تعليمية تمطر الأطفال الصغار بمعلومات عن الطبيعة، وإعلانات لوسائط إعلامية ابتلعها الزمن. لا أعرف، بدأت هذه المطاردة، ذلك الإحساس بالركض عبر غرف مألوفة لكنها خالية، ربما بعد انتهاء الدراسة الثانوية، عندما بدأ العالم يتقدم إلى الأمام بينما كنت أحاول البقاء في مكاني. يمكن أن نطلق على هذا الشعور اسم الحنين إلى الماضي، نوستالجيا، وهو شعور معقد يصعب شرحه لكن الجميع يحس به. إنه طيف من ماضينا يمنح بعض السكينة لعقولنا المتقدمة في العمر، همسة تدعونا للعودة ليس فقط إلى الذكريات بل إلى الأماكن والأشخاص، وربما الأهم من ذلك كله إلى الشعور بأننا صغار وأننا في أمان وغير واعين بالقوة الأكبر التي تتحكم بالمشهد. السلسلة التي سأتحدث عنها تأخذ هذا الشعور وترويه كما يدار مسمار داخل عظم على يد جراح ترتعش يداه. إنها تستغل دفء الحنين لتنويم مشاهدها قبل أن تقذف بهم نحو شيء أكثر برودة وإثارة للقلق. إنها تطمئنك بما تعرفه ثم تكشف لك شيئا لم يكن من المفترض أن تقع عينك عليه أبدا. تم نشرها بواسطة صانع محتوى على يوتيوب اسمه رامي عبود. هذه السلسلة سلسلة جيميناي هوم انترتينمنت هي قصة مرعبة ومتداخلة بقدر ما هي مثيرة للاهتمام وبقدر ما يصعب فهمها بشكل كامل، ومع وجود قدر ضئيل جدا من الحوار المنطوق وندرة شبه تامة في ذكريات الشخصيات أو التواريخ الحقيقية. ظل غموض قصة جيميناي يثير فضول الناس لسنوات، وقد تقدم السلسلة نفسها على أنها مجموعة من الفيديوهات الإرشادية والأفلام الوثائقية وأنواع أخرى من البرامج التي قد تتوقع مشاهدتها على قنوات التلفزيون الكابلي خلال ساعات الليل المتأخرة. لكن مع الاستمرار المشاهدة يبدأ المحتوى في كشف أحداث مزعجة وغالبا ما تكون خارقة للطبيعة، ترتبط بقصة رعب كونية شاملة، فهي تمزيج بين عناصر الطبيعة والقلق الوجودي والرعب الجسدي لتصنع سلسلة فيديوهات مقلقة بصورة فريدة وكأنها رسالة قادمة من واقع آخر تهبط بخوف الوجود الإنساني. ذلك الخوف من أننا لم نكن وحدنا قط، وإنه ربما لم يكن مقدرا لنا أبدا النجاة مما يكمن خارج حدود إدراكنا. وعلى الرغم من أن السلسلة كانت متوقفة لعدة سنوات، فقد أكد رامي للمعجبين أنها لم تهمل وإنها هي فقط معلقة بسبب مشاكل تقنية. And the main reason for that is my computer, which I've used to edit every Gemini video, crapped out on me a couple months ago, and I have tried to get it working. I got my brother to look at it over this Christmas break, and he couldn't get it working. All my Gemini assets are on there. They're on an external hard drive, I hope. But yeah, so Gemini is at a bit of a standstill right now because I can't edit any videos. وبناء على ما تحتوي عليها السلسلة وعلى الاستمتاع الذي تقدمه لنا، سنلقي نظرة أكثر تعمقا على التحفة التي سميت بجيميناي هوم انترتينمنت. إن لم تكن شاهدت هذه السلسلة بنفسك فأنا أنصحك بشدة أن تتبع هذه السلسلة كاملة، لأنني أضمن لك أنك ستخرج بمتعة وأيضا بعد الحيرة في النهاية. وبجدية تامة تعتبر جيميناي سلسلة الرعب التناظري المفضلة لدى الأغلبية، وأنا مقتنع والأغلبية بأنها واحدة من أعظم أعمال الرعب التي قدمت على جميع المنصات، وتجاهلها سيكون ظلما في حق السلسلة وحتى نفسك. فهناك رحلة طويلة بانتظارنا من أعماق الفضاء البعيد إلى خنادق المحيط، ومن تشريح الجسد البشري إلى غابة مليئة بالوحوش. هذه هي قصة جيميناي هوم انترتينمنت.